مسيتم بالخير جميعا. أجمل صفة قد تكون في أي إنسان أو أي رجل هي الكرم. البعض يعتقد أن الكرم لازم ولايم وذبايح الآخر. أنت لا، كلك الأولين قالوا الجود من الموجود، اللي عندك تقدر تتكرم فيه. لكن أيضا الكرم مش فقط على المال، الكرم أيضا بالأفعال. أنا أعطيك أمثلة جدا 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 بسيطة عن الكرم وقيس عليها اللي أكبر عنها. فرضا أنت في السوق ياك واحد قال لك وين المحل الفلاني، في حالة أنك تعرف، العيب انك تقول له والله يسال السكيورتي ولا يسال احد ثاني، لا تسالني انا. الاصل والصح انك تقول له المحل في المكان الفلاني. الكرم انك تقول له قم بوديك، حتى لو قال لك ما يحتاج، لا توصل لين المحل، هذا هو المحل، السلام عليكم. هذا كرم. الكرم اعطيك من الامثله جدا بسيطه. نزلت المحطه ولا الدكان يا ربك في السياره، اخذت حق كل واحد دبه ماي، او اخذت لهم نفس اللي اخذت لك اياه، او اخذت لهم ما اخذت لك، هذا ايضا كرم. المشكلة مش في انه شو او هل عندك مال او عندك اشياء تقدر تكرم فيها، المشكلة هل انت حاب وناوي تتشرف وتتمنى تكون كريم ولا لا. اذا هي تقدر تكون كريم، اشياء جدا بسيطة. اذا لا، هاي مشكلة ثانية. يعطيكم العافية.